حاتم صباح النور، مرحبا بك في كابافان. عايشك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين. حوار ليك في صحيفه الشروق الصادر نهار الاثنين. الحوار هذا نجم نقولوا اثار نجم نقولوا استفهامنا هنا، وحبينا نستضيفوك واستضفناك اليوم باش نزيدوا نفهموا معاك. نذكروا حوار باعداد قامت به زميلتنا في جريده الشروق منى البوزيزي. العنوان يقول رجال اعمال فاسدون يسيطرون على وزاره الداخليه، هكا يقول حاتم خربوش. قبل ما نبداو في الحكايه كان قد منا روح قد منا للمستمعين باش يعرفوا مع شكون قاعدين نحكوا. مشكورين على الدعوه هذه وبنشرف بك عرفتكم. بالنسبه لي انا اسمي حاتم بن احمد الخربوش، عمري 50 سنه، اصلي من سوسه من الساحل، ودخلت نخدم عام 87 كضابط شرطه مساعد، وتدرجت في واحتسب محافظ شرطه اعلى، واخر مده كنت نخدم معك بحذاك هنا في ياسمين الحمامات، فهمتني. ابني 3 ابناء وهذه الحاله الاجتماعيه معناتها كيما الناس الكل معناتها كنت وانا الكل. قمت بعديد حسب السي في نتاعك، نجم نقول قمت بعديد العمليات نجم نقول الاستباقيه، وكنت كشفت عديد العصابات الدعاره وشبكات المخدرات، وقمت باعاده قطاع الاثار المسروقه من منازل الطرابلسيه هكا اللي يعرف عليك. لكن عندك مشاكل مع وزاره الداخليه، اسباب المشاكل هذه؟ لا، ما عنديش مشاكل مع وزاره الداخليه كوزاره الداخليه كمؤسسه. فما اشخاص معينين ربي يهديهم اللي هم معروفين بالاسم والصفه، معناتها 3 ولا 4 معناتها، ولكن جاوا صدفه مع بعضهم في 2015 وين صارت المشكله هذه. انا باش نحكي لك على فترتين من الخدمه نتاعي، قبل الثوره وما بعد الثوره. قبل الثوره الناس الكل تعرف كنا نخدموا معناتها تحت نظام معناتها ديكتاتوري، ولا لا تسميوه كما تحبوا انتم، نمشيو بالتعليمات معناتها. فما ناس بتتحرك من بلاصه لبلاصه الا حتى مهما يكون فيها الدار هذيك سلاح، ولا مهما يكون ما تمشي الا ما تشاور 5000 عرف. بعد الثوره فما نوع من الحريه، فما نوع من المبادره الشخصيه بتاع كل واحد يجي معلومه ولا حاجه يخدم مع انديكاتور، تخدم معناتها مع النيابه، مع برشا قضايا تنجح اوتوماتيكمون، مش كيما قبل الثوره، فهمتي. وصادف انه كنت في ريانا مع خدمت في الفتره هذيك بعد الثوره بالذات، وساهمنا من المنطلق نتاعنا من الامكانيات الضعيفه نتاعنا الامن البلاد كما قلت معناتها. فما برشا قضايا ما نجمش نسردهم تو وانا في 5 دقائق ولا حاجه، كل شيء موثق معناتها. قضايا كبيره برشا من الاثار، من الفيزا انترناسيونال معناتها، ناس دلس الفيزا والباسبور معناتها عالميين اجانب، مخدرات. المشكله الكبيره اللي بدات مشاكل بتاعي من 2012 من 2012 في نذكر بالضبط في اخر ابريل 2012 صدفه معناتها اكتشفنا كيما نقولوا احنا مكتب تاع ديوانه خاص تاع مواطن، هذا اسمه معناتها مش لازم نسميه وسيط جمركي في مقرين. حل فيلا نتاعو عباره عن ديوانه وحدود وكذا وكراهب واجانب مسروقه. ديجا عندي فيديو ما نعرفش كان وثائق معناتها كبيره برشا. السيد هذا عنده ديبتيك فيرج، كارني كامل تاع ديبتيك فيرج. شو من فيرج؟ ديبتيك معناتها رخص جوالين ما يستعملوها كانت ديوانه مرقمه من الفوق بالنمرو بالماكنتوش وفيرج معناتها، وعنده طوابع معناتها اي كهرباء تدخل يعمر حال ديوانه واحده. ديجا فما هامر هذه طلعت مسروقه من ضابط الامم المتحده في روما، مدلس لها الديبتيك نتاعها موجوده في الدار، دار كبيره هي فيها 4 كراهب دون الهامر هذه. منين كامل معناها دار السيد هذا؟ قلت عباره عن في بالي واحد من برا يقول بتاع الديوانه هذه، فهمتني. عامش هذه؟ عام 2012 وزاد عنده الرصاص الكرشم، كان عاشق عندك فكره اللي يعمل به طمبوناج بتاع الكونتينر. الكونتينر كي تجي من برا بعد ما يعاونوها ديوانه وسكانير وكذا كذا يعملوا لها الطمبوناج بتاعها فيرج، كل واحد عنده طمبوناج بالرقم بتاعه. بس السيد هذا عنده كردونه كامله طمبوناج فيرج، معناتها ناحيه طمبوناج يحب عليه ويركب الطمبوناج. الوثائق اللي المخترة كبيره برشا، عنده ماتريال سكانير متطور برشا. فاش نفسر لك معناتها كي تجي مثلا كونتينر من برا ايديال عاديه معناتها فيها حمص وزبيب كيما نقولوا احنا جاي من الصين وماشي تدخل تونس، بعد عينوها وكذا وكذا يصح عليها القابض نتاع مينارات ويكون لها نتاع الديوانه، كل واحد يطبع في ركن من الورقه هذيك معناتها بخط اليد نتاعو، يجي هو يقص الصحاحه نتاع الزوز والطوابع ويسكانها على دي كونتينر اخرين الله اعلم مش فيهم، يسكاني ويطبع
كيما فاز بتاع البلجيكي هذيك الحامي كيفاش خرجت بالطريقه هذه معناتها مع شويه معارف عندي وانا نجم يخرج اي كونتينر تحب عليه. الموضوع هذا خذا صدى كبير برشا. التهريب الموازي ما عادش في الحدود. التهريب هذا التهريب ولا في بورتراتس والناس الكل حكيت عليه من الديوانيه وديجا بعد الفتره هذيك 2012 ما عادش كان نذكر ولا المدير الديوانه وبرشا تنقلوا على البورتراتس الموضوع هذا بالذات. بالنسبه لي انا وقتها الواجب تاعي كتبت وزير الداخليه وقتها كتبت الوزير المكلف بالفساد سي محمد عبد وقابلته شخصيا وبعثت الناس كل بالتصاور وبالمحجوز يا ناس يا سيد وزير الداخليه راه فما خوار كبير برشا في بورتراتس راه يصير في بورتراتس لا حياه من توناتي اللي هو علي العرايد. انا بالنسبه لي خدمت خدمتي بيرفكسيوني معناتها الناس كل بشات الناس كل صار ترافيك بعد في الكريمينال ولا في بلاصه اخرى ماهيش مشكلتي بالنسبه لي. بعدها بعام نقابه الامن الجمهوري اشكاو بالكريمينال. علاش اشكاو بالكريمينال؟ قال لك فما تعاطفوا مع السيد هذايا فما محجوز حجزناه في برمانونس وقع تلاف لغايه في معناتها باش يحبوا يمنعوه ولا حاجه كيما عمل عريضه كل جمهوريه للبنعروس. سي الكاتب العام تاع نقابه الامن الجمهوري من الوثائق اللي قدمها نسخه من اشعار فوري. شو معناتها اشعار فوري؟ تقرير ملخص بتاع القضيه اللي صارت في بورتراتس معايا في الخط. اللي الوثيقه هذه اون برانسيب يعملها في النهار توقيت اداري. رئيس المنطقه بتاع النهار هو اللي يعمل الملخص هذا كله بتاع القضيه هذه. هو ما بقاوش حتى حكايه حبوا يقحموني في الحكايه هذه خاطر انا كنت رئيس استمرار خدمت الموضوع هذا. مشيت للتفقديه 2013 سالوني على الوثيقه هذه قلت لهم بالنسبه لي مش انا عملتها مش انا حررتها ما عندي فيها حتى دخل. شوفوا شكون حررها وشوفوا عند شكون قيتوها وتعيطوا له هو يتحمل مسؤوليته. تحفظ الموضوع هذاك وقتها وتحفظه هل 2013 حقه مع اللي عمل كتب الوثيقه. عيطوا حتى حد فما لوبيات اسباني بورتراتس هذا وبعدها بالشر قضيه عقارات كبيره برشا 9 عقارات. ما جابش تحكي لك انا كل شيء في درجه ودرجين ونص ساعه ولا حتى ساعه. فما وثائق كل شيء موجود عندي وكان النيابه ساعدنا باش نقدم لها كل شيء. الجماعه هذوما عندهم ناس في وزاره الداخليه معروفين بالاسامي وبالصفات يغطيوا عليهم ويستروا عليهم مستعد باش نجبدهم فردا ومش من صلاحيتي باش نجبد الاسامي. وعندي الثقه تو في السيد وزير الداخليه الحالي والسيد وزير العام. اذكرنا ما تنجمش تذكر الاسماء اذكرنا المناصب متفاهمين والدرس في تحت انظارهم وان شاء الله كل حق ياخذ حقه. القيادات هم في وزاره الداخليه اي فين قطاعات وزاره الداخليه اي مثل بسيط بس ما عندي السيد كاتب الدوله سي رفيق الشلي ما عندي معه حتى مشكله. حسب التحليل بتاعي وحسب تشوف معناتها الخبره بتاعي في الاداريه فما كلك شوز كيكلوش. وقتاش تم تعيينه سي حاتم؟ في 2 فيفري 2015. وقتاش تم استدعائك كشاهد؟ 10 فيفري 2015 بعد عامين تحفظ الموضوع 2013 في تفقديه عشان تحير بعد 10 ايام من جاء السيد رفيق الشلي ونكون كل احترامه ويتحمل مسؤوليته اذا كان معناتها تجاوز في الحكايه هذه. والغريب في الامر يعني بعد السماع هذا سموني كشاهد. تصور انت شاهد بعد 6 شهور نولي معزول على العمل. بعد الموضوع هذا جات العمليه الارهابيه الجبانه نتاع باردو. بعد كنت خذيت الملف بتاعي من المحكمه الاداريه تبين وان الملف بتاعي كان نتاع العزل. السماع هذا اللي في 10 فيفري 2015 وتقرير بتاع السيد كاتب الدوله المكلف بالامن اللي هو مش من مشمولاته باش يعمل التقرير هذا. تفقديه تعملها المدير العام للامن العمومي يعمل معناتها تقول سلم في الدنيا كل السيد كاتب الدوله سلم في الارهاب وسلم في باردو وسلم في سوسه الامبريار وسلم في الحافله بتاع الامن الرئاسي وسلم في العباد الكل وشد كان في مش يحب يعمل مشكله الحاتم خربوش. وشنو مصلحته سي حاتم؟ معناتها انت خرجت وثائق وكشفت معلومات اللي يمكن تكون معارضه الشيء اللي متاكد منه هذا معناتها حتى يعرضني في الشارع ما يعرفنيش سي رفيق الشلي. وانا قلت لكم كل احترام مهما يكون هو راجل كبير وكارير كامله عداها وتبارك الله معناتها مش ناقص. اما المشكله فما ناس كيفاش نفسرها سامحوني راني دخلت بعدي معناتها جست شيء ياسف خاطر من القهر والظلم راهو مش باهي. 3 صغار و9 شهور تو انا موقف على الخدمه حط روحك انت اي واحد يحط روحه في بلاصتي. احنا جزء سي حاتم باش نتبعوا معاك وباش نفهموا الحكايه بالضبط. معناتها تعيين
رفيق الشلي كاتب دولة مكلف بالأمن وقتها تم بعد مدة صغيرة تقريبا 6 أيام ولا 7 أيام 10 أيام تم استدعاء في موضوع تحفظ عام 2013 استدعاء به. علاش رفيق الشلي يقوم بعمل كيما هكا؟ هل معناتها فما حاجه في القضيه؟ معناتها فما حاجه في القضيه لو كان تفسرنا بالضبط خلينا نفهموا التحقيق كان معناتها اعاده فتح التحقيق معك انت كيما تقول انت خدمتك معناتها تم الكشف نتاع المحجوز هذا ولا العمليه هذه والجريمه اللي يعملوا فيها نتاع التهريب نتاع الديوان انت اللي كشفت انت بالطبيعه بالخدمه هذه. علاش يتم في عوضي تتوسم علاش يتم فتح التحقيق معك؟ هذا السؤال هذا يسالوه الراي العام الكل مش باش نوضحوا التهمه شنية معاذ باش نوضحوا تهمه سي حاتم شنية هي تسريب وثيقه اداريه. تسريب وثيقه اداريه لشكون؟ لينا علاش تعزلت على تسريب وثيقه اداريه اللي ما عندي في حتى دخل وحتى في البحث. انت سربت الوثيقه لشكون اذا كان متهم بها؟ هم عملوا هكاك فهمتي. باهي مش عندك جواب بسيط وسع بالك معايا سي حاتم الناس تسمع فينا واللي يسوق واللي في الكوجينه واللي في الخدمه باش نوضحوا للناس باش يفهمونا بك. انا قاعد مركز معاكم زلت ما فهمت شيء معناتها باش نكونوا واضحين. انت اتهامك بتسريب وثيقه انت سربت الوثيقه لشكون تسريب الوثيقه؟ الوثيقه بخصوص شنو؟ هو عند الكاتب العام نتاع نقابه امن الجمهوري بوليس زميل. الوثيقه هذه الملخص نتاع القضيه نتاع بورتراتس وكل قضيه تصير في بورتراس ملخص نتاعها يتعدى يمشي من مركز الاستمرار المنطقه نتاع حمد نلف يمشي للاداره باش واش صار في حجزنا واش عملنا هذه هي معناتها الوثيقه الخطيره برشا معناتها التسريب معناتها من امني الامني هي هما حطوا هيك من امني وعلى اساس هذا والطامه الكبرى اللي ما عيطولوش السيد اللي المسرب له كما نقولوا احنا ما قالولوش باش منين جبتها الوثيقه هذه معناتها متعلق بشخصك فقط هيك معناتها التحقيق متعلق بشخصك كي طلعت انت ما عندكش علاقه بالحكايه معيز ولا طار ولا طار. تقول نرجعوا للحوار تقول رجال اعمال فاسدون يسيطرون على وزاره الداخليه. شو معناتها هذا؟ معناتها كي تقول يعني هكاك تتحلل لوحدك في الموضوع اللي صار لي بالضبط شو معناتها؟ انا انت تقول لي انا جبت هذوما ما عندي ما حتى مشكله خدمتي مريقله والناس الكل تحترمني. اما ناس اخرين برا اللي قلقتهم في برشا قضايا في موضوع تاع بورتراس موضوع العقارات موضوع تاع الدعاره الكبيره موضوع الجوسه موضوع معناتها برشا مواضيع بصراحه جات في 2013 2014 حتى 2015 فهمتني. قلقتهم شويه بالخدمه هذه قلقت فما ناس مش عاجبها خدمه حتى خربوش فاش يجم يعملوا ما عندهمش الكلي بتاع باش يلزمهم يقربوا لحد معناتها تقول سي حاتم اللي العباد هذوما اللي انت قلقتهم واللي كشفت كما قال معاذ شبكات دعاره مخدرات اللي هو عباد ينجموا يكونوا مش واصلين برشا معناتها عباد مواطنين عاديين ولكن عندهم بعض العلاقات هما اللي تدخلوا في قرار العزل نتاعك. هذا شيء مؤكد مع سي رفيق الشلي ورفيق الشلي وجماعته الانتوراج بتاعه. فما البحث كيصير شكون صح في قرار العزل. السيد وزير الداخليه ايقاف العزل عزل السيد الداخلي انا حاجتين يا في باله بالحكايه هذه طامه ومصيبه وان كان في بالوش بالحكايه راه مصيبه اكبر. انت معناتها عندك الملف هذا الكبير الكل معناتها نجم نقولوا قرار عزل مش حاجه صغيره خاصه بعد 27 سنه في كارير في الداخليه. علاش ما مشيتش النيابه العموميه؟ قبل كل شيء ساعه احنا امني واداره قبل ما نوصل النيابه العموميه مواضيع كيما هذه تخدمت تجاه الموضوع تاع بورتراتس تخدم مع طريق النيابه العموميه وفما بنيه وصاحبتها توقفوا ديجا مشاو للمحكمه. الملف هذا هو تخدم مريقل اما بعد صار فيه كما نقولوا احنا تلاعب صار فيه سوء. سامحني سي حاتم باش نفهم موضوع كيما هكا تشد فيه بنيه زوز بنات كهو في الدار خاطر الاخرين قعدوا في حد فرار مشى يقدم روحه سمعوه وما توقفش ونعش هذيك كل واحد يتحب بالنسبه لي قلت لك جاني قرار تاع العزل فما اجراءات اداريه تقوم به محكمه اداريه فما نقابات فما مقابله السيد وزير الداخليه طلب مقابله السيد المدير العام طلبتهم مباشره عن طريق علاقه مع المواطن بعثت مكاتيب على البريد السريع شوف فيه كل هذا كل بعثته انا بصور موثق بالاسامي كله بعثته من السيد وزير الداخليه والسيد المدير العام للامن الوطني عن طريق النفقات هذوما بعد ما تعزلت. لانه وزير قدمت وزير ناجم غسلي سي ناجم غسلي بيدو كي جاء السيد الوزير الداخليه الحالي سي المجذوب مشكور قبل عمل لجنه وزير يبحثوا في الحكايه معناتها فما جواب ما لقيت حتى جواب
شنو حط روحك في بلاصتي. ثلاثة أولاد، أمور نفسانية، ماديا ماشي مريقلة، الوالد تعب، مرتي معناتها ديبرسيون نيرفوز، القراية معناتها كان جزويد و19 ولا يجيب لي في 9 و8. سي تري جراف الحكاية. شو نجم نعمل؟ عندي وسيلة واحدة هي الإعلام وهي التواصل الاجتماعي. خلي الناس توصل، خلي يعرفوا حكايتي شنو هي اجتماعيا وماديا ومهنيا وشنو. أنا بالنسبة لي ساهمت في أمن البلاد بطريقة حتى صغيره، حتى ب1%. مكافاه شنو جزاء سنمار، نجي انا نتعزل على خاطر ناس يحكموا بصراحه نقولها معناتها المال الفاسد. فما امراه في الحكايه سيده اعمال، هذه ولدها اللي تشد في 2013 في الزهره، هي اللي عملت الحكايه كل مع المواضيع يتلمها بعضها كل نتاع العقارات ونتاع بروترادس ونتاع الدعاره، يتلموا كل يلقاو عدو نتاعهم شكون هو حتى خرموش على خاطر قاعد يخدم في خدمته مريقله. يلزمهم يعملوا حكايه باش إليميناسيون ولا بأي طريقة. يعني سي حاتم معناتها هذا معناتها استمرار مع وزراء الداخلية اللي كانوا توافدوا هذوما الكل، حتى واحد نغياجي، حتى واحد من المراسلات اللي عملتهم أنت ما قال باش نعاودوا نفتحوا الملف، نعاودوا نفتحوا القضية مرة أخرى، نعاودوا نحقوا في الملف مرة أخرى، حتى واحد كلهم عندهم مصالح معناتها في عزلك. ما هو الأمور هذه أمور إدارية، ما نجيش أنا والسيد وزير الداخلية نسلموا مع حاجة عن طريق تسلسل اداري. فما ناس بلاش، فما ناس مش من مصلحتها باش يوصل الوزير الداخليه المواضيع هذه، مصالح تتعدى. البوسه كيف فما ضبط، فما كتابه ما توصلش. بار اكزومبل ما نعرفش وصل له ولا اكيد راه وصل معناتها من 2012 حتى ل 2015 زعما هذا كله، حتى مسؤول وصل له. ما يحبوش يحيروا المواضيع كبيره، حتى مواضيع كبيره وخطيره جدا. ما تمش الاتصال بيك من طرف وزير الداخليه بالكل؟ انت ظهرت في الاتصال الوحيد، ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونعرفوا سيد وزير الداخليه يعني ينجم يغياجي ديريكتومون كي تبدا قضيه ولات معناتها مفتوحه للعموم كما هذا. انا بالنسبه لي قدام المنبر هذايا وعلى المباشر عندي اسرار وعندي ملفات كبيره برشا تهم امن البلاد واقتصاد البلاد، واي مسؤول في الوزاره الداخليه مستعد انا باش نحكي له، اي مسؤول في وزاره العدل ولا في القضاء مستعد باش نحكي له. وكو كل ما يصيبنا لما كتب الله لنا. هذه معناتها نجم نقول الدعوه في المباشر للنيابه الخصوصيه، النيابه العموميه باش تدعيك وتسمع اقوالك. ملفات بخصوص شنو؟ لو كان تعطينا شويه توضيحات. قبل كل شيء، قبل ما فات انا ما نتهم حتى حد مسؤولين وزاره الداخليه حتى وزير. اما كي تحلل انت علاش بالذات انا نتعزل في حتى البحث نقص، علاش من 2013 2015 بعد نهارين، علاش هو السيد بيدو السيد كاتب الدولة يعمل تقرير بنفسه ويتعب روحه صفحه ونص وها كيما واحد معناتها مثلا بسيط، واحد حكم عليه بالاعدام قتل روح خاطر عامل تالي عمل سيكسيون بروفيزيون. هذه هي معناتها تلخص. بالنسبه للملفات تهم شنو ملفات عقارات بار اكزومبل، تدليس عقارات هذا موضوع كبير برشا، موضوع خطير برشا، مليار دوات. اعطيك مثل بسيط. انا هنا فما عقار عندكم هنا في مقابل سدي باد شارع الامم المتحده في الحمامات، مولات اسمها خديجه نصر، 6000 متر مربع. المتر هذا غادي كان يعمل 1.5 مليون للزمنيه. ماتت المراه هذه ما عندهاش ورثاء، يدلسوا لها كونترا دو فونت اللي هي باعت خديجه نصر من 2002 في المنزه، في بلديه المنزه. باعت المراه متوفيه في قروان، معناتها شوف الخزعبلات تاع التحيل وكذا وكذا. بعد ما مات بالطبيعه ما عندهمش ورثاء. متوفيه باعت ارضها لامراه متوفيه في القروان. عظمه هذه في كتابه السيناريو. ما عندهاش ورثاء بطبيعه الحال. الكونترا هذاك حد ما يطالب. السيد اللي المراه اللي كوم كوا اشتريت مع عندها في حق حفيدها، وحفيدها طلع صاحب متحيل واحد اخر اللي فيه الموضوع هذا يتشد بكارت سيرفيس. بعدها بشر موضوع تاع رادس بريف تشد بكارت سيرفيس بتاع محافظ اعلى وكرتابله بتاع طوابع وكترات مدلسه كم وراء العقارات مسمينه هذا. حد ما حبش يبدا الموضوع هذا خاطر الموضوع خطير. نعم كيف سموه؟ كموراء العقارات. كموراء العقارات. كموراء العقارات. الارض هذيك 6000 متر مربع في الزبليه قداش؟ 12 مليار. مش اولى بها الدوله هذيك تبني بها مؤسسه ولا حاجه مثلا؟ علاش في يد واحد يخسر عليه 20 مليون بالتحيل وتدليس ملك الدوله؟ خاطر ما عندهاش ورثات ترجع للدوله. علاش متحيل كيما هذا يتحصل على الارض هذه ويبيعها ب 12 مليار يولي يحكم في العباد ويعزل في العباد وينقل في العباد؟ خاطر شفت الموضوع هذا انا بدي طايب بالرسم القرار ونسق حتى من الكونتراتوات جبتهم ولا تصوروا في بالك انت جبت.
علاش شنو تم ما يثارش موضوع؟ علاش ما يثارش؟ خاطر ما عندهاش ورثاء بطبيعه الحال. هو السيد هذايا عنده شكون في المحكمه العقاريه، عنده شكون في الدفتر الخان، عنده شكون في البلديه، عروق ممدوده ما يصيروا حتى حد. ما تم حفظ البحث في الموضوع؟ حفظ البحث وبثار الجمله، وهي تو موجوده، هي تو 52 50 و52 54 شارع الامم المتحده، تبقى يدها اي مسؤول يتوجه لغادي 3 حوانت على الكياس وفيلا من 300 مربع. تو السيد هذا شراها فهمتي ويظل يباح المستير ب 10 مليار دوات. هاي على المنبر هذا انا نثير الموضوع هذا بفعل مباشر. هذا في مدينه الحمامات. في مدينه الحمامات مقابل وزير سدي بال. هذا يمثل بسيط راهو، مثل بسيط برشا راهو، من امثله عديده برشا. الملفات هذوما كل وصلت وزير الداخليه، الساده وزراء الداخليه كل من 2012 حتى لتو. ولا حياتي اللي من تنادي. هو الدليل شنو؟ عزلي، تم عزلي من الوظيفه. هل سي حاتم خلينا نحكيو معاك، انت 27 سنه في الداخليه واكيد تعرف الداخليه مليح وتعرف الخدمه. هل وليت الداخليه اللي يخدم خدمته يحال على التقاعد الوجوبي ولا العزل ولا الايقاف عن العمل؟ شوف لا بالعكس اللي يخدم يلقى يكون مكافاته، فما ناس شرفاء واكثر من شرفاء ونتشرف اللي خدمت معه. ولكن فما طرف ولا 2 ولا 3 يبدا في موقع نتاع قرار، صاحب قرار في جي تو 2015 ديما المرجع نتاع 2015 صار فيه 3 قضايا ارهابيه من اعلى مستوى، محاولة قتل نتاع النائب نتاع ليتوال. علاش مش هذاك شرف الدين رئيس ليتوال، رئيس اللجنه الرياضي الساحلي. شوف مش نجبد للسامي شويه، ما عندي معه حتى شيء، ما يتهمهمش انا. السيد كاتب الدوله قلت اكن له كل احترام، تعين في فيفري معناتها وجاء في بلاصه بعد الامر الرئاسي. متفقد العام للامن الوطني سي توفيق بوعون كيف نفس الوقت البريود هذه صارت فيها 3 قضايا ارهابيه، مانيش باش نتهم حتى حد، ولا الذكيه يعرفوا شو معناتها. البحث نتاعي صار في التفقديه العامه. انا مانيش ذكي فاهم. لا ما نجمش فاهم اكثر من كيك ما نجمش. فهمني انا ما فهمتش. لا بصراحه فما حوايج ما نجمش نقول اسرار مهنيه وكذا. فما ناس تفهم شو معناتها المسؤول الامني على البلاد تصير في عمرها ما صارت معناتها 3 قضايا ارهابيه من اكبر ما فما معناتها متحف باردو في سوسه في محمد الخامس. المسؤوليه هذوما باش لهين تو نحكي على ديما كاتب الدوله ما عندي ما حتى مشكله. هو اللي عزلني يسمى هو مع اتفاق مع وزير الداخليه كاتب تقرير. وعلاش لاهي مسلف الدنيا كله مسلف في حتى خربوش. متفقد العام الامن الوطني كيف مش لازم نحكي معناتها. فما حوايج بصراحه راي كان باش نتكلم يا يتم التصفيه بتاعي يا يحطوني في الحبس بالاخر معناتها. لا اكيد باش يتم. ولا تصور انا تو بعد الكلام هذا بعد الجريده تو باش نعمل حكايه بدات تتحرك اللوبيات تاع الفساد. رغم هذاك انا بالنسبه لي مادام يتنفس مادامني حاتم خربوش ايماني قوي بالله لن اسكت. كلام خطير اللي قاعد تقول فيه. هل انت مهدد الان؟ مهدد نعم مهدد. محاميك في باله؟ الناس كل في باله. هل اعلمت وزاره الداخليه؟ ما عندي حتى دليل. تليفون انونيم تكسيفون فيسبوك فما حوايج ما عنديش دليل وما نحبش نثير الموضوع هذا خاطر خوفا على عائلتي. التهديد هذاك على الفيسبوك راهو توا القانون تهديد عن طريق ناس معناتها شهود فما مستعدين يشدوا على الحكايه هذه. اي قالوا قل لصاحبك يريد ما كانش راهو عنا ونعملوا له يسكن في البلاصه الفلانيه راهو يقرا في البلاصه الفلانيه. قبل كانوا تصاور واللي ميساج ما يتسميوش دي بروف. اليوم قبل ما تعزل انا صار تهديد. تمشي وتقدم لي ميساج هذوما وتوريهم راني انا وصلني تهديد. فما موجود فما ويلزمك تعلم محاميك كيما قال سيري. فما مسجل وفما كل شيء مسجل وموثق. اما فماش الشخص بيده انونيم معناتها. اجتماعيا شو قاعد تعمل؟ 9 شهور تقريبا تم عزلك. انا حسب رايك انا كنت انسان معناتها تربيت معناتها نحب خدمتي ونحب بلادي. انسان معناتها دوي في الخدمه تجي فجاه خدمه مباشره مش حضرك من قبل الايقاف ولا حاجه. تجيك برقيه باش تخدم في الليل تجيك برقيه يقول لك امشي روح شد دارك. اي واحد بس ما نجمش يقبلها نفسانيا وماديا. صبرت شهر الاول الشهر الثاني ما عادش معناتها فهمتي. عندي قروضات وعندي ولادي يقراوا ما عنديش مورد رزق حتى مورد رزق معناتها. هذيك الشهريه بتاعي وهذيك خدمتي حب بتاع الخدمه انا عندي نفسانيا تعبت وماديا وحتى الدار حولت منها باش يفكها البنكه. دونك معناتها هذا نجم نقول وضع اجتماعي وصل له محافظ اعلى للشرطه في وزاره الداخليه. كنا حكينا حتى في وقت سابق اللي انت تم عرض عليك عديد المرات الرشوه وانت رفضت
اي هذا موثق موجود في المعهد بتاع العقارات. هذايا عرض 300,000 دينار 300,000 دينار وانت دارك مش خالص. معناتها كان جات الحاجه معكوسه. تصور سيدي الشيطان وخذينا الفلوس هذيك وانا راهو صاحبي ولا برشا صحابي وليت معناتها دولاب. قلت عندك ديار. فما مسؤولين عندهم عمارات، تو مسؤولين في الداخليه عندهم عمارات وعندهم شركات وعندهم سواني مشاريات بتاعهم زعما انت ما حتى حدد راهو. اما الشعب التونسي ذكي برشا ونجم يحلل. ما تشوفش اللي يلزمك تفوت مرحله ما نتهم حتى حدا، خاطر قاعدين يتهموا فيك وبالباطل، خاطر الحاجه اللي ما نفهمهاش ويظل الساده المستمعين زاد كيف ما همش فاهمينها. تسريب وثيقه اداريه ما هوش سبب مقنع لعزل محافظ شرطه اعلى اللي هو عنده 27 سنه خبره في الداخليه اولا. ثانيا يظل فما وثائق اخطر من هكا برشا اللي هما داروا في وزاره الداخليه من وقت وزير الداخليه السابق علي العرايف. نحكيو على وثيقه نتاع اللي كانت تتنبه عن امكانيه اغتيال الشهيد محمد البراهمي اللي جايه من سيا، اللي هي عوده ظهرت هالايامات، اللي هي ضاعت في دواليب الداخليه وعوده ظهرت هالايامات. نحكيو على الشهيد شكري بلايد اللي كان يتصل معناها بصفه مستمره بالداخليه ويقول لهم راني جي لامبرسيون ديتر سويفي، راه فما شكون يتبع فيا، راه فما شكون يهدد فيا، ولا حياه لمن تنادي كما تقول انت. دونك هذايا شيء خطير برشا. صح. انت تو ضرب معناتها على الوتر الحساس كما يقول واحد. الوثيقه باش نحكي لك عليها، الوثيقه ماهيش وثيقه اداريه جبل. نفرض فرضا اذا كان جاء السيد كاتب هذا نتاع امن الجمهوري قال حاتم خربوش اعطاني الوثيقه. في القانون نتاعنا بلا تنبيه نقله مش عزل فرد برا مش ثابته، معناتها يوريك اللي فما حوايج اخرى مش هذا السبب الحقيقي نتاع التسريب. فما اسباب اخرى ما قاو حتى شيء، كان يقاو علي حاجه راهم عملوها والدليل النظافه والشرف تاع الخدمه نتاعي. لقاو اسباب هذا سامحني مش قص عليك مساج. معناتها هي تجب تقول معناتها سذاجه ولا كيفاش كي جابوا الموضوع هذا. الموضوع هذا الاجراءات نتاعو فارغه، سماع وتقرير. كيفاش تعزل حد تحكم عليه بالاعدام، سماع نتاعو هو اللي يذاكر فيه بيان سور، وتقرير نتاع مسؤول انتر بارونتيز علاش عمل الشيء هذا. ونجم يرقد في الليل السيد هذايا، نجم يرقد في الليل ياخذ شريته واحفاده ويصرف عليهم. علاش عملت له اخي الناس؟ انا واحد من الناس ما عندي ما حتى مشكله. علاش؟ خاطر يرضي ناس اخرين، يرضي مراه معينه. لا هذه المراه هذه باش نجبد لك عليها. المراه هذه في البونليو سود تشد ولدها في المخدرات 2013. كيفاش ولد الاكابر يتشد المخدرات؟ انت لقيت عليه القبض بتاعه بيان سور خدمتي مريقله. السيد يبيع في الفروق صغار 14 و15. معناتها كما نقول مشيت للدار وقيت لقيت مخدرات في الدار. اجراءات النيابه واجراءات مريقله. مشات تهمتنا هي في اتفاق قضيه بعد ثاني هي ورجلها قالت حطوا له هو المخدرات في الدار. قلت حتى في الصومال ما تجيش هذه مناعه تجاوزناها الحكايه هذه. وفي وقت سابق عرضت عليك وقت عرضت جات السباع وقالت خذ واش تحبه وكرهبه. قلت لها ودي احنا كان حاشي الكلام هذا ما عادش نقولوا. انا ما عملت ما حتى اجراء خاطر وقتها جات على ولدها مهما يكون فهمتني. عملت مشكله في اتفاق قضيه شكيت بينا قالت راه حطوا له المخدرات في الدار حبوا يبتزونا ودرسوا. معناتها حكايه فرق. انا والكاتب هذا اسمه عبد السميع البريكي ضابط شرطه مسكين ولده تو عمره 3 شهور ولده معزول. تعزل معايا فرد جمعه. افهم وحدك انت الكاتب شنو عمل له؟ خاطر كتب بالمحضر. غلطه بتاعك كيفاش كتب بالمحضر. رئيس استمرار وكاتب المحضر يتعزلوا فرد جمعه. هو سبب ما عنده حتى سبب بحث تفاقدي حتى شيء. جابوا له حكايه من الحيط قالوا سوء تصرف خارج وقت العمل وشنو. اي سي سور تبعتوها انتم حاتم. شنو علاقاتها بالداخليه؟ علاقاتها كبيره برشا. شوف تلز فيا باش ندخل في الداخل ضدي انا. معروفه المراه هذه والناس الكل يعرفوها. بعلاقاتها بنسابها باخواتها بالناس كل جماعه مش تاسيسي من سفراء من فنانين كبار من قضاة من اللي تصور في بالك انت. توصل هالمرأة هذه قادرة باش تلز نجم نقولوا قيادات الكبار في وزارة الداخلية لعزل محافظ شرطة أعلى. على ضبط والدليل ما شيء ما والدليل باقي ممكن نعرفكم صدقوني. والدليل إجراءات البحث شكون صح فيه؟ وزير الداخلية. وزير الداخلية أنا نتصور ما في باله حتى بشيء. وزير الداخلية سي ناجم الغرسلي ما في بالوش بحاتم خربوش عمل ولا ما عملش. وركزوا عليه تذكروا هم ذكيين شوية. كان البريود تاع 120 اللي تعزوا تاع قالوا يسربوا في معلومات الارهابيين. عاش سمعتوا بها ولا يجي ثواسي هذا كاتب الدوله ولا يجي متفقد عام ولا يجي الحاشا يجي وزاره الداخليه يعطيه قرار قدامه مكتوب يصح فيه قرار عزل. ايش عنده هذا؟ انا تاع الارهابيين يصرف كلمه يزلقها بالطبيعه مش بيثبت سيد وزير الداخليه في التفاصيل. يصح العزل يحكم العبد بالاعدام مجرد
وشايه ولا كلام تاع الحاشيه بتاعه. المسؤول المباشر، خلينا نمشيو نحطوا الامور باطار. المسؤول المباشر في الفتره هذيك هو سي توفيق الشلي، سي رفيق الشلي اللي هو الكاتب العام، كاتب الدوله مكلف بالامن، كاتب العام وكاتب الدوله مكلف بالامن في رتبه وزير، هو في رتبه وزير، هو المعني بالحكايه هذه. هل اتصلت به؟ علاش تتصل بيه؟ ما عندي حتى ما يخليوكش ساعه تتصل بيه. علاش تتصل بيه انا؟ هو عزلك. هو عزلك معناتها انا عرفت كان بعد عرفت كان بعد سنة شوكي تعزلت باش نعرف نتبع شويه نتبع شنو عملت يا ودي. بلاش ارهابي بالرسمي انا وليت قعدت نشك في روحي يا ودي يا بابا يا خويا يقول بلاش عام نشك في روحي وليت شك معناتها دخلوا فيك الشك دخلت بعدك معناتها ما تنجمش تخمم. تو تعديت فتره بعد قرار العزل شنو عملت؟ سبتمبر 28 سبتمبر شنو عملت؟ عملت اجراءات اداريه كل محكمه اداريه نقابات بعثت مكاتيب وزاره الداخليه. كل مره نكتشف حاجه خليت الملف بتاعي اللي بعثوه من الوزاره بعثوه للمحكمه الاداريه اكتشفت برشا حوايج. اللي الدات بتاع السماع نتاعي اللي هو جاء بعد 10 ايام من تعيين السيد المحترم والتقرير فما حتى سماع اخر يشاهد يقول الوثيقه هذه سربتها لفلان ولا حتى شيء. سماع وتقرير عزل. وحاجه اخرى زاد نجم نقولها المامور بتاع المجلس الشرف هذه من انت ما حتحدى منهم مامبر اللي مجلس الشرف اللي هو اشرف على قرار العزل، اشرف على قرار العزل اللي سحر قرار العزل في 2012 مدير اداره الشرطه العدليه اللي صار فيه شبهه فساد اوتو بارونتيز موضوع بتاع برتراتس والعقارات. افهم انت وحدك معناتها انت الحكم معناتها الخصم والحكم في نفس الوقت. معناتها انت تكشف الفساد والتهريب وتتعاقب واللي متورط في يحكم عليه يحاكم العباد يشرف على قرار عزلك. قرار عزل هكا تصير هكا هكا في الداخليه. هاي صار في تونس من 2015. انا ثقتي بربي كبيره وثقتي في القضاء الاداري كبيره وثقتي في وزير الداخليه الحالي سي الهادي مجذوب اللي نحترمه برشا وسي عبد الرحمن الحاج علي المدير العام الامن الوطني. ناس معروفين بالكفاءه نتاعهم ونجم في 5 دقائق يشوف الملف تو يقعد يشد راسه ويقول كيفاش صار هذه في وزاره الداخليه. كيفاش معناتها المسؤولين توا الى يومنا هذا وانت ظهرت في الاعلام سي حاتم في كيما نعاودها ومواقع التواصل الاجتماعي موجود فيها القضيه نتاعك وصار حوار عنده نهارين والا 3 ايام. يعني القضيه معروفه وهذا الكل حتى حد ما تكلم من المسؤولين لليوم. والسؤال هذا تكلم علاش تسفي لي انا ما عندي حتى جواب. لا معناتها خاطر حاجه بالحق راهو معناتها الظلم اللي موجود في القضيه هذه حسب اقوالك حاجه غريبه برشا. نمشي معك لاكثر من هكاك. انا مستعد القضاء العسكري القضاء العدلي نمشي وانت تحب انت كان قاوي كلامي كله غلط ولا عندي حاجه يحكيوا عليها كان تثبت علي تسرب وثيقه يا خويا انا نعترف ونمشي للحبس. اذا كان عندي حاجه اخرى تقول تسرب وثيقه كرشوه ولا احتيال ولا تصور في بالك انت مستعد نتحمل مسؤوليتي. واذا كان كلامي غلط شفت من القضايا هذوما راهي كلها موثقه بالتصاور وسماعات واوراق كلها موثقه. هوريزمون انا كنا نخدم قضيه نوثقها. ادخل يوتيوب انت تو اكتب حاتم خربوش ويعطيك القضايا خدمت في اليوتيوب. خلينا نمشيو نرجع اكثر لوزاره الداخليه وكيفاش شنو اللي صاير في الوزاره هذه بعد الثوره. وانت اكيد الضليع والخبير الدولي بالوزاره هذه 27 سنه تبارك الله. الفساد في وزاره الداخليه تبدل ولا نوع اخر ولا القيادات ولات فاسده في وزاره الداخليه بعد الثوره؟ بالطبيعه نحكيو على بعض القيادات. شوف على بعض. شوف راهو الامور كيما هذه راهي معروفه. راهو مش انا مش نقولها ولا حاجه. راهو المال الفاسد راهو اي رجل اعمال بطبيعه الحال مش الكسب الغير مشروع بالتحيل بالتهريب بالتدليس بالطبيعه يجب يكون يكوفريه يا قضاء يا امن. مش امن نابورتكي قيادات في الامن كوام تاع تهريب تليفون الو سيب معروف هذه توا مش لازم انا مش نحكيها فهمتني. باش تعمل دار فيها مشبوهه الو لا ما تمشيش. علاش ما تمشيش؟ الخاطر السيد هذاك علاقات تليفونات نساء تحكم تو بصراحه. فما نساء تحكم. باش نعطيك اكزومبل واحد اخر اللي مش يوصل بالك معايا. تفضل. فما امراه اخرى تضحك علي تو. امراه كانت تخدم في معمل تعرفش تقرا وتكتب. مشات لمصر ولات عندها 2 عمارات في اللاكدو و2 فيلات في ياسمين الحمامات. جينا نتبع في الحكايه صبوا لها 25 مليون دولار. 25 مليون دولار في كونت فرعي في تونس
اللي عندنا شركه اللي عندنا ديفيز مش 25,000 دولار مليار جي دي بيان مليار معناتها بفلوسنا احنا 50 بس الناس تسمع 50 مليون دينار 50 مليار. هذا شو يتسمى؟ شكون صب لها سي حاتم؟ صب لها اكسيونير في نيل سات تبع هذه شبكه بتدعارة معناتها كان نقولوا الامور كما هي مراسله. وحاجه اخرى هي اسمعني تضحك هي ما تصورش المضحكيات الببكيات بالحق مش نقول هذه مضحكيات الببكيات. اثرت الموضوع هذا اكتشفت انا الشيف داجونس شكونه كيفاش تثبت الفلوس عن طريق حتى البنك سنترال تحيل على البنك سنترال وتحيل على السياج تاع البنك ما يتعداوش فلوس على البنك سنترال كل جمعتين يتسبوا كما نقولوا 100,000 دولار يتبدلوا من ديفيس الكونت ايبارن يعني غريبه ياسر الحكايه هذه. كشفت الموضوع هذا عيطوا لي كريمينال استدعاء رسمي وذكرها بالدار بنت تعرفها المراه هذه وش شزكناها نخدم الراحي ها التقرير بتاعي عملته ها بتاع القباض هي مع الشعب صنعتك وسايب عينها ودار شنو سامحناك المره هذه علاش سامحني قلت هذيك اللي ندخل فيها عاد اي موثق عملوا لي محضر مضايقه محضر في بن عروس عندي عدد القضيه تو في بن عروس مضايقه لشكون؟ للمراه هذه شيف داجونس هذه مضايقه المجرمه لا الشيف داجونس مشيت نتحرى معاه خدمتي انا مشيت شيف داجونس كمل خدمته وخرج حكيت له قلت له بالله باش نسالك على موضوع شرطه قال لي باش تجي تقول لي على فلانه قلت له هذاك قال لي بدا يحكي لي يعطيني كونت ويعطيني الدنيا كل كلمها في التليفون بالوقت هي كلمت الجماعه كل زعما مش عملوا ديسونت في الدار هذه الفلانه هذه موجوده بالاسم والسيد وزير الداخليه اللي سابق بعث له تقرير كامل فيه تصاورها وفيه الكونت وفيه تصاور الديار وتصاور الكراهب بتاعها وكيفاش الفلوس هذا وشكون يغطي عليها وشكون وراها والفلوس هذه وين ماشيه 50 دينار وين مشات وكيفاش مش معدي على البنك فما ارهاب فما تبييض اموال فما درش شنو فما درش هذا احنا في وسط هاو ثابت هي موجوده في اللاك 2 هي موجوده نعطيك اسمع نعطيك راه ما يقلقنيش انا فيش تدخل ديفيز وكل جمعه 100,000 دولار سال البنك سنترال سالوا البريغاد ايكونوميك كيفاش الفلوس دخلت لتونس 50 مليار ما دخلوا 25 بالضبط 25 مليون دولار يدخلوا البنك سنترال ما في بالهمش باهي نحسبوا حتى 100,000 دولار بار سومين نحسبوا كيفاش ما تعداش على البنك سنترال يلزم تريكو شايح محافظ البنك المركزي على الدولارات تريكو شايح تو كان كونت ريبارني كيفاش ما عندهاش كونت يلزم الشركه طيب فهمت عندك كونت اون ديفيز كيفاش تجي تتحول من كونت ما تعرفش تقرا هي تكتب السيد شريت له ثانيه وشريت له كهرباء وعرست له شيف داجونس